مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في اي اف ام سبور. البدايه باخر المستجدات في خصوص الايقافات في صفوف النادي الافريقي. لحد اللحظه ذي مازال ما فما حتى شيء جديد، الموقوفين مازالوا في مراكز الامن وعدد كبير برشا وقع ايقافه اليوم في صفوف الجماهير. الرقم الرسمي هو 293 موقوف، هذا كما قلنا الرقم الرسمي، والسبب كما تعرفوا الناس الكل الجماهير اللي خرجت تحتاج اليوم في الصباح وطالبت باستقاله وبرحيل رئيس النادي الافريقي الحالي السيد عبد السلام اليونسي. كل تفاصيل من عند الاستاذ تومي بن فرحات محامي الموقوفين. رقم تاريخي نجم نعبروا لك برقم تاريخي مؤسف، باعتبار انا كنت مع القاده الامنيين من داخل حسب ارقامهم هم يقولوا شاركوا اليوم 2500 وصلنا عندنا 293 موقوف محتفظ به زي ما تمش ايقافهم 90. معناها كان ناخذوا الرقم هذا يتجاوز 10%، يعني نشوف 12% من اللي شاركوا في مظاهره. هذا ما صارش في حتى مظاهره في تاريخ البلاد التونسي هذا انه يقع ايقاف 12% من المشاركين في المظاهره. انا اقول اكثر من ذلك، مازلنا ما تمكناش، انا رغم المفاوضات رغم كل شيء مازلنا معناها ما تمكناش من الدخول ولا المرافعه معناها على المحتفظ بهم. وعدونا في ظرف ربع ساعه معناها ندخلوا ونكونوا موجودين مع المحتفظ بهم. هو الى حد الان لم يتم اطلاعنا على التهم. حتى كحكيت مع مدير الامن يقول ان تم الاعتداء على امنيين بالحجاره، فما زوز امنيين متضررين، فما 18 سياره، فما زوز حافلات. هذا اللي يقولوه بالوحدات، لكن حتى شيء انا المشكله حتى كان فما اعتداء ما يجوز يكونوا 293 ضربوا هذا ما كل. يلزم كل واحد يتحمل مسؤوليته. هذا ذن السيد تومي بن فرحات محامي الموقوفين اللي كان موجود في الاحتجاجات وامام مراكز الامن. على كل ذا مازال الموضوع للمتابعه. في نفس الاطار النادي الافريقي يصدر بلاغ رسمي يناشد فيه السلطات الامنيه والقضائيه المختصه الافراج عن احباء النادي الافريقي الموقوفين اليوم، كما تتعهد هيئه النادي الافريقي بتسديد قيمه الاضرار الماديه، كما تدعو جماهيرها الوفيه في هذا الوضع الحساس الى الهدوء وتغليب مصلحة النادي وإلى الحكمة والرصانة، كما تتعهد من جانبها إلى حل وتسوية جميع الملفات العالقة وإعلام الجماهير بكل التفاصيل في ندوة صحفية خلال الأيام القليلة القادمة. هذا البلاغ الرسمي اللي صدر اليوم العشية من قبل الهيئة المديرة للنادي الإفريقي. في نفس الإطار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم السيد وديع الجري عمل تدوين اليوم، نشر تدوين على صفحته الخاصة على الفيسبوك تعليقا على دعوات لاعبي النادي الافريقي بالتدخل لإنهاء أزمة الفريق وعلى الاحتجاجات اللي صارت اليوم صباح امام مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، واللفتة اللي كانت ترفعت واللي كانت موجهة لرئيس الجامعة. شنو يقول وديع الجري؟ يقول تفاعلا مع جماهير النادي الافريقي التي تنادي بتدخل الجامعة في وضعية الهيئة الحالية للنادي، مطالبة بحل الهيئة المديرة وتنظيم جلسة عامة انتخابية استثنائية، وتفاعلا مع الوقفة الاحتجاجية التي وقع تنظيمها اليوم صباح من طرف جملة من أحباء النادي الافريقي التي رفعت لافتة مكتوب فيها جريء إلا في عبد السلام وديع. أريد تأكيد لكافة جماهير النادي الافريقي ومسؤوليها الحاليين والسابقين أن الجرأة في المواقف لا يمكن أن تسمح لنا بخرق القانون، لأن التدخل في وضعية جمعية رياضية يستند وجوبا إلى قوانين وآداب، وهو ما انطلقت فيه الجامعة بتاريخ 4 جانفي 2021، حيث وقع مطالبة رئيس النادي بتوفير وثائق ومعطيات معينة، وحيث حضر رئيس الجمعية عبد السلام اليونسي صحبة الكاتب العام سامي المقدني، وكان ذلك بحضور العضو الجامعي الأستاذ هشام الذيب بتاريخ 5 جانفي 2021، وحيث تقدم مسؤولو النادي الافريقي بالتقرير المالي الخاص لموسم 2018-2019 دون غيره من الوثائق وغير مصادق عليه من طرف الجلسة العامة، وحيث طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم بضرورة الاستظهار ببقية الوثائق والمعطيات التي طالبت بها الجامعة في بلاغها الصادر على إثر جلسة لجنة الطوارئ منعقدة بتاريخ 4 جانفي 2021، وحيث أسندت مهلة لمسؤولي نادي لحدود يوم الثلاثاء 2 جانفي 2021. سوف تتخذ الجامعة الخطوات التي يسمح لها القانون في صورة عدم الاستظهار بهذه المعطيات والوثائق على أن يقع
وتشريك العديد من المسؤولين السابقين للنادي في الخطوات المستقبلية المحتملة لتحميل المسؤولية لجميع الأطراف لما فيه مصلحة النادي واستقرار. هذا ما جاء حرفيا في نص تدوينة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجاري. كذلك بلاغ يصدر في نفس الإطار، بلاغ رسمي من قبل الهيئة المديرة للنادي الإفريقي يقول أنه ليكن في علم كافة الأحبان الهيئة المديرة للنادي الإفريقي قد قررت ما يلي: أولا استكمال خلاص مستحقات القضايا المحكوم فيها من طرف الجامعة الدولية لكرة القدم، ثانيا تأهيل اللاعبين الجدد، ثالثا برمجة جلسة عامة تقييمية يوم السبت 27 فبراير 2021 وذلك إثر استكمال التقرير المالي للموسم الرياضي 2019-2021، ورابعا برمجة جلسة عامة انتخابية سابقة لأوانها يوم الأحد 28 فبراير 2021، وخامسا وأخيرا فتح باب الانخراطات للموسم الرياضي 2020-2021 بداية من يوم الثلاثاء 12 جانفي بحديقة الرياضة منير القبالي، وهي الوحيدة التي تخول حضور أشغال الجلسة عامة تقييمية والانتخابية، وسيصدر لاحقا بلاغ خاص ببيع الانخراطات. دونك أهم ما جاء في البلاغ هذايا والخبر الجديد والرسمي أنه جلسة عامة انتخابية للنادي الإفريقي، جلسة عامة سابقة لأوانها، التاريخ نتاعها سيكون يوم 28 فبراير 2021. نحكي كرة قدم. اليوم كان الموعد مع مباراة الدفعة الثانية من مباراة الجولة السابعة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في البصيري في بنزرت. قمت الجولة ما بين النادي البنزرتي وضيفه النادي الإفريقي وفات بنتيجة التعادل هدف مقابل هدف. السيابي نادي البنزرتي كان افتتح التسجيل في الدقيقة 7 بأقدام الجزائري جمال الدين شتال قبل ما يعادل النادي الإفريقي بأقدام حمدي العبيدي في الدقيقة 21. كريم بوعايشة مدرب الإفريقي وقتيا شنو اللي علق على نتيجة التعادل هذه لفريقه؟ كان هذا في ميكرو زميلي قيس بنينة. احنا رانا جينا باش نربحوا، دونك خسرنا 2 نقاط. المردود نتاع الملاعبيه هذا ما ينجم يخليك ان تربح الماتش هذايا الاكستيريور. الحمد لله معناها 1 بوان خير من بلاش، ونخدموا عليه نبنيو عليه الزور هذايا باش نحضروا به باقي المشوار نتاعنا ان شاء الله. توا نستناو قاعدين في الانتدابات باش يعاونوا الداتا هذوما اللي عندنا توا، وان شاء الله معناها نقدموا قدام، نمشي اكثر معناها قدام، يتلم الجروب الكل وعندنا جمعيه باهيه ونجموا نوصلوا معناها قدام خير. في المقابل هل أرضى التعادل هذايا وأرضات النقطة هذايا مدرب النادي الرياضي البنزرتي عربي الزواوي؟ الإجابة جينا من عنده. تتبع المباراة وتشوف لي سيركونستانس اللي صارت في المباراة. أنا بور موا جو سوي يعني ان تران دو فورمي اون ايكيب، كل مرة نكتشف حاجة. اوجوردي جو سوي أنا راضي على بعض اللاعبين اللي هم صغار مازالوا كيما نادر وكيما في التيران وكيما لو بريزيليان كي نورمالمون هو يندوفي دوني كو 40 مينوت عمل 60 مينوت. دونك يحب يقولوا اني تقدر تبريباري ان ايكيب. دونك نجم نقولوا اللي 1 بوان خير من 0 بوان، لكن نعتبر انا راتي 2 بوان، انا راتي بوان في لا فان دي ماتش، في نعتبر اللي كونه لكن نقعدوا في النسق التصاعدي هذا باش كل مره نربحوا حاجه وان شاء الله في الروتور نبداو اصح برشا. بقية المباريات في حمام سوسة، نجم الرياضي ساحلي تعثر في ميدانه ضد اتحاد تطاوين وتعادل بنتيجة التعادل السلبي 0-0. نجم المتلوي انهزم كذلك في ميدانه 2-0 أمام الأولمبي البيجي. أهداف الأولمبي البيجي سجلها مراد الهذلي في الدقيقة 13 وحسين بن يحيى في الدقيقة 81. كانت هذه EFM سبور وآخر نشرة رياضية لليوم. أخبارنا ديما موجودة متواصلة على سيت EFM.1. على خير. اليوم 7 متاع الصباح تبدأوا نهاركم مع الرف ماج، البرنامج الصباحي الأول في تونس مع رفيق بوشناق وبقية الفريق. 9:30 تجيكم وجيهة الجندوبي في المدام وجيهة، 2:30 فيهم برشا ضحك وبرشا دمار حتى لنص النهار. زينب تحكي لنا أصل الحكاية والتفاؤل والأمل مع مدام ليلي، وآخر أخبار الميديا في تونس والعالم مع شيهان، ودورة في المرشي ومدام عليا تعطينا حكاية زمان. هذا الكل وأكثر مع المدام وجيهة. نص النهار موعدكم مع برنامج في 90 دقيقة، الأخبار والنقاشات والتحاليل والضيوف اللي تحبوا تسمعوهم مع خلود المبروك، سفيان بن حميدة، طارق الكحلاوي وشكيب الدرويش. مدي 1.5 ساعة كل سبت من 5 ل 7 العشية. غاسي كاري جونيور وليد زلياس.